تعالوا النهاردة نعمل شوربة عدس خفيفة كده وسهلة ولذيذة وصحية من غير دهون خالص، وبتبقى جميلة جدا لما تتشرب كده في مج كسناك بين الوجبات أو كوجبة كاملة لما نكون عايزين نشرب حاجة دافية سعراتها قليلة ومغذية في نفس الوقت. عندي نص كيلو من العدس المنقوع نص ساعة ومغسول كويس جدا، غسلته كده كذا مرة وشطفته لحد ما المية بقت صافية خالص وصفيته. عليه جزرتين وسط وبصلتين وسط وطماطميتين وشوية من الفلفل الألوان أو الفلفل الرومي أو الحار اللي موجود عندكم. هنضيف كمان كام فص من الثوم. بالنسبة للتوابل معلقة صغيرة من كل حاجة، فلفل اسود وبابريكا وكمون وكزبرة ناشفة وحبهان مطحون عشان بيدي طعم رهيب. هحط كمان معلقة كبيرة من المرقة الفورية بتاعة الخضار او مكعب مرقة فورية، وهنغطي الكلام ده كله بمية سخنة عشان ما ياخدش وقت كتير، يعني بغطيه كده لحد ما المية يعني تقريبا نص سنتي فوق الخضار وكل الكلام ده. بعد كده بسيبه لحد ما ياخد غلوة في الأول. عايزين تزودوا معلقة صلصة زي ما تحبوا، عايزين تحطوا أنواع خضار تانية زي كوسة أو بطاطس مفيش مشكلة، بس أنا بحبها تبقى بالجزر بس أو يعني بالحاجات اللي احنا حطيناها عشان ما تقلبش معايا على شوربة خضار، شوية أقدر أستطعم العدس. بعد ما بياخد غلوة بهدي عليه النار على نار متوسطة أو أقل من المتوسط، وبغطيه كل 5 دقايق كده، بفتح أديله تقليبة وبرجع أغطيه تاني. لو حسيت إن هو محتاج مية بزوده عادي لحد لما يستوي خالص. بعرف إن هو استوى لما أشوف كده جزراية من اللي أنا حطاهم استوت وبقت دايبة بالشكل ده. بسيبه يهدى شوية في الحلة وبعدين باخده في الخلاط، بضربه في الخلاط وبعديه على مصفى بالشكل ده. وطبعا تقدروا تزودوا ميه يعني تخففوها او تتقلوها حسب ما انتوا بتحبوا الشوربه قوامها عامل ازاي. انا بحبها بالقوام ده، متبقاش تقيله ولا خفيفه قوي. هملحها بقى بمعلقه صغيره من الملح او الملح طبعا حسب الرغبه، وعلى طرف المعلقه كده شويه من السكر. بعملها النهارده بالشوفان، طعمها تحفه بالشوفان، لازم تجربوها. لكن ممكن تتعمل بلسان عصفور او تتعمل بشعريه زي ما عملناها في الفيديو القديم. بحط كوبايه الا ربع من الشوفان وبزود عليه من الشوربه اللي احنا عملناها دي، وبهدي عليهم النار برضو على نار متوسطه كده 10 دقايق ربع ساعه لحد لما الشوفان يستوي خالص. ممكن نسقي بيها فتة لو احنا حابين، طعمها تحفة. ممكن نحط معلقة خل لو انتوا حابين طعمها يبقى زي اللي هي بطشة التوم بالظبط، مفيش مشكلة. لذيذة وسهلة جدا واتعملت كده كلها في حلة واحدة، ما خدتش ولا وقت ولا مجهود، وزي ما شفتوا كده مفيش اي دهون خالص، وطعمها فعلا حلو جدا ومشبعة كده، وهتحسوا ان انتوا كلتوا وجبة كاملة وفي نفس الوقت سعراتها قليلة. جربوها ومتأكدة ان شاء الله انها تعجبكم جدا.